الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم اينما كنتم، سواء داخل ارض الوطن او بديار المهجر، في حلقه جديده من حلقات برنامج مأدوبه اللي يعودكم دائما على وصفات عالميه، وصفات مغربيه كنحاولوا من خلالها مشاهدينا الكرام اننا نقربكم من جميع المطابخ العالميه وايضا من مختلف المناطق المغربيه. فكونوا دائما في موعدنا يوم الاحد مباشره قبل اخبار الظهيره على الاولى بطبيعه الحال. اول وصفه من حلقه اليوم غادي نتعرفوا عليها حالا مباشره بعد هذا الفاصل، فخليكم معنا. رجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام مع اول وصفه من حلقه اليوم، وهي وصفه مغربيه محضه 100%، واللي غادي تبقى وكالعاده هو شيف وري اللي غادي يتفضل مشكور. شيف مرحبا بك. مرحبا بالمشاهدين الكرام. تماما اليوم عندنا اللحم ديال الغلمي وغنديروا ولكن الطياب ديال الكرعين. فهنا بالنسبه للاشخاص اللي كيعانيوا من الكوليسترول ما كيقدوش على ديك لا جيلاتين او الماده الدهنيه اللي كتكون في الكرعين، فممكن انهم كيعوضوه باللحم ديال البقري، او لا كاين اللي ما كيبغيش الكرعين كيبغي اللحم ديال الغنمي او لا ما كيبغيش البقري. فاحنا عندنا الاختيار في اي نوع من اللحوم اللي كنبغيو. درنا سكينجبيل، درنا الخرقوم جدر، غنديروا شويه ديال اللي بزار ابيض واسود وشويه بيض. علاش درنا البزار الاسود؟ لانه الناس بزاف تنحاولوا تيديروا اما السودانيه، وكاين الناس اللي ما تيبغيوهاش باش كنعطيو داك الطعم ديال البيكون او اللي تيقول لك الحراق. تيكون واحد الكوطي تنعرفوا انه البزار الابيض ما تيحرق. بالنسبه للتحميره حلوه تنديروا بكثره، لانه تنعرفوا بان الكرعين او كاع اللي زابط قليه هذه تيمشيو معها، تمشي معاهم مزيان التحميره. العطريه بطبيعه الحال غنديروا شويه ديال الماء، قليل من الماء، جا دير واحد الكاس ديال الماء مزيان ونخلطوها وكنديروا فيه بحال فير دي سودر، بحال غندوبوها جملهم ما نخافوش عليهم. وغناخذوا الجيكو بطبيعه الحال ونخليوه واحد شويه نمرمروه مزيان بيدنا. حنا نديروا واحد شويه دابا ديال الملون اصفر، نحاولوا ما نديروش بزاف باش يعطينا اللون، تنديروا واحد قليل منه نحاولوا نديروه. وبطبيعه الحال غنبداو نمرمروا في الجيكو، خصو يعمر مزيان وعلى اي يا اما كناخذوا جيكو او لا كناخذوا طريف على حسب القدره الشرائيه ديال كل واحد. بعد ما مرنا مزيان دابا غندوزو باش نصبوا بطبيعه الحال في النار. غنديروا الزيت بطبيعه الحال، زيت المائده بكثره. يمكن نديروا 50% ديال زيت الزيتون بطبيعه الحال. نديروا البصله ديالنا اللي مدقوقه، زيت في النار ناخذها وغنصبوه بحال غنصبوا الكرعين. الجيكو ديالنا ها هو كما تيشوف السيدات راه مرمر مزيان. هكذا ناخذوا الجيكو بطبيعه الحال ونديروه. اذا كناخذوا فقط وبطبيعه الحال كنديروا معاه التوابل. تماما هذا ناخذوا بطبيعه الحال. غنضيفوا الثوم، راس ديال الثومه كامل نحيدوا البوليكول مزيان وتنضيفوا هنا بطبيعه الحال. كنضيفوا الثومه بكميه انا والثومه تجمجي مزيان. اذا كنتمنى ان هذه الفكره تكون راقت استحسان المشاهدين، خصوصا اللي كيبغي طياب ديال الهرقمه او ديال الكرعين وما ما كيقدرش يتناولهم، فهذه طريقه باش يقدر بطبيعه الحال نقليو شويه ومن بعد غنرويو الجهد اللي كافي. تنعرفوا بانه عندنا وبالنسبه للحمص السيوري بطبيعه الحال نضيفوه دابا. الحمص دائما مع الكرعين تيدار هو الاول. هذا تيطلب الطياب بينما عندنا الزرع تنخليوه حتى تيقرب للنص ديال الطياب، حتى لنص الطياب ديال اللحم. تمام. نحاولوا نطبقوه وغنرويو دابا. نرويو الجهد اللي كافي. اذا كنمرقوه بالنسبه للتمرق ما كنمرقوش بزاف باش ما كيكونش المرق كثير. ونغطيو عليه ونخليوه يطيب، ومن بعد غنضيفوا بطبيعه الحال ما تبقى لينا اللي هما الحمص. اذا شنو هي المراحل المتبقيه يا سي هواري؟ تماما. عندنا دابا الزرع اللي قلنا اللي هو مجروش او مقشر. بطبيعه الحال عندنا هذا الاناء اللي تنديروه فيه، من بعد غنديروه غيشوف السيدات، او لا ما توفرش لينا هذا تنحاولوا فقط نديروا واحد المنديل، واحد الصريره او الصريره ديال المنديل او صريره،
وعندنا هاد البطاطا الصغيره البوم نوفيل، وعندنا البيض اللي غسلناه بطبيعه الحال ضروري الغسل. نعم. من بعد عندنا اللي بقى باش نعادلوا الزيت ديال المائده، غنزيدوا شويه ديال زيت الزيتون وبطبيعه الحال بشويه ديال التوابل. نعم. اذا السي هواري في انتظار ما يطيب اللحم نص طيبه غادي توضع القمح في هذه الانيه هذه، غادي نتوقفوا للحظات ونرجعوا مع تتمه هذه الوصفه مشاهدينا الكرام. اللحم ديالنا طاب نص طيبه ياك السي هواري؟ تمام. نشوفوه دابا طاب نص طيبه. دابا غنديروا بطبيعه الحال عندنا البطاطا، عندنا البيض وعندنا الزرع بطبيعه الحال اللي كنديروه في الاخير في هذه الانيه باش كيشرب المرق وكيطيب بسرعه. اذا ما تبقى من المراحل مشاهدينا الكرام غادي نتابعوه من خلال الصور، فلكم حال المقادير والصور ولنا عوده مع الوصفه الثانيه فخليكم معنا. وصفتنا الاولى هي عباره عن طاجين اللحم الغنمي بطياب الهرقمه او الكرعين، فغنحتاجوا لها فخذ الغنمي مقطع وصحيح، راس من الثوم، بصله محكوكه، ثوم مطحون، ملح، ابزار ابيض، سكينجبير، ابزار اسود، فلفله حمراء، خرقوم بلدي، ملون اصطناعي، زيت الزيتون، زيت المائده، زلافه من الحمص، بطاطس صغيره، زلافه من الزرع، واربعه البيضات في الاخير. اليوم عندنا سيدي ليلى غنديروا كسكسو مدفون بالدجاج. فبالنسبه للسكسو فهو واجد، انما عند التقديم عاد كنديروا ليه داك الفوره الاخرى باش كيتحل وكنقدموه بصحه وراحه. هنا عندنا الزبده تقريبا واحد 150 غرام. خاصها تكون الزبده كثيره، تنعرفوا بانه خصو يكون ميدم مزيان. تنعرفوا الدجاج ما فيش بزاف ديال الليدام، وخصنا الدجاج كذلك خصنا نديروا كثير من زيت المائده. على اي كنكثروا هذا المواد لان المرق كيخصو يكون كثير باش تماما. الزيت نمرقوا الكسكسو تماما. وبطبيعه الحال نديروا البصله ونديروا الدجاج مباشره مع الملحه باش نقليوه بطبيعه الحال. ها هو يمكن من قليل من الملحه ماشي بزاف هكذا، وتنخليوه يتقلى شويه في انتظار ما يتقلى الدجاج ديالنا السي هواري. غنبغي نغتنم الفرصه ونتكلم للمشاهدين الكرام على المزايا الصحيه اللي في الزبيب والبرقوق اللي هما احد الفواكه الجافه. الفواكه الجافه كتحتوي على نسبه عاليه من السكريات، غنيين بزاف بالاملاح المعدنيه خصوصا الكالسيوم، الفوسفور، الحديد والمغنيسيوم. هاد المواد هذه هي اللي كتعطي واحد الدفعه للجسم ديالنا، ايضا حتى السكريات. داكشي علاش كنقولوا بان الفواكه الجافه هي مناسبه للاشخاص اللي كيبذلوا مجهودات عضليه، للرياضيين، للاطفال في مرحله النمو، وحتى للتلاميذ في مرحله الدراسه. دابا بعد ما الدجاج يتخلى غنضيفوا دابا التوابل. عندنا الباقه ديال التنسيم فالقزبر والمعدنوس، عندنا العود ديال القرفه لانه هما اللي تيلدوا، عندنا بطبيعه الحال السمن، نديروا نص ديال السمن باش نقليوه بطبيعه الحال، وعندنا سكينجبير قطره. تنعرفوا بانه كسكسو تيطروى كثير، خصنا نديروا العطريه كثير وهي تتلدوا بطبيعه الحال. لا سيما ملي تنديروا البزار تنعرفوا بانه تعطي لذه كثيره. قطره ديال جمال ديال البزار وقليل من الملون الاصفر، شويه ماشي بزاف، واحد شويه ديال الملون الاصفر. هذه هي التتبيلات. بطبيعه الحال تنحاولوا تنحركوا الدجاج باش كيشرب لينا التوابل. لا تنعرفوا بانه اليدام راه تيخليو لائما التوابل مركزه، تيركزوا التوابل خليوه هكذا. الدجاج دابا تيتقلى، تيعجبوا السيدات من ديك الرائحه ديال الزبده راه عجيبه مع التوابل. ها هو تقلى لينا الدجاج مزيان. دابا غنرويو بطبيعه الحال، غنرويو الروا الكافي، نحاولوا بالروا الروا الكافي باش نعرفوا دائما الكسكسو تيبغي الروا تيبغي البلول بكثره. تنرويو ونغطيوه، من بعد غنحيدوا الدجاج باش نصاوبوا التفايه. نعم، اذا في انتظار ما يطيب الدجاج ديالنا سي هواري غادي نتوقفوا للحظات ونرجعوا مع التتمه. اذا من بعد ما طاب الدجاج ديالنا زولناه من الطنجره ياك السي هواري؟ تماما، حيدنا الدجاج بعد ما طاب. دابا غنمشيو باش نصاوبوا التفايه. بطبيعه الحال البلول عندنا مزيان. دابا غنديروا التفايه ديالنا، كنديروا البصله مشلضه على شكل طولي تماما بقطره، لانه هذا من الخاصيات ديال المطبخ المغربي. التفايه محبوبه والناس
لا سيما مع الكسون. وبطبيعه الحال مباشره غنزيدوا الزبيب تناخذوا نوع ممتاز. حنا خدينا هذا ديال الكورنت اللي معروف ما تيكونش فيه هذاك البيبان. نعم. تيجي احسن من ذاك اللي تيكون فيه سون بيبان مزيان. وعندنا البرقوق بطبيعه الحال اللي بزقناه في شويه ديال الماء دافي. بطبيعه الحال غنديروا بالماء ديالو لانه تيبقى فيه باش كيبقى ديك اللذه ديالو ديال البرقوق. بطبيعه الحال ونغطيو عليه بطبيعه الحال ونخليوه يطيب. من بعد بطبيعه الحال غيبقى لنا كسكسو من بعد في الاخر عندنا التقديم تنسخنوه نديرو في الكسكاس وتنسخنوه. ولكن قبل ما نسخنوه عندنا باش نعسلو التفايه، مرحله ديال التعسل ديال التفايه، شويه ديال العسل. الناس اللي تيبغيو التفايه حلوه يديروا القدر اللي بغاوهم. نعم. اذا هذا ما غادي نشاهدوه من خلال الصور. مشاهدينا الكرام لكم حال المقادير والصور ولا نعود مع الوصفه المواليه فتابعوها معنا. لتحضير سكسو بالدجاج وتفايه بالبرقوق معمر بعقده اللوز غنحتاجوا الدجاجه مقسومه على جوج، بصله مشلضه، ربطه من القزبر والمعدنوس، كيلو من البصله على شكل طولي، زلافه من الزبيب، لوز مقلي صحيح، برقوق يابس، عقده اللوز، كسكسو مبخر. للتتبيل كنحتاجوا الملح، ابزار ابيض، سكينجبير، ملون صناعي، اعواد القرفه، زبده وزيت المائده. الان غادي نقترحوا عليكم سلطه اللي غادي تكون غنيه وفي نفس الوقت ما غتكونش واعره في التحضير ديالها. من اسهل لي سلطه اللي هي سلطه نقدر ديال الروز مع الخضر. بطبيعه الحال لا سلطه من اسهل الناس يديروا بزاف لا سلطه يديروا فيها الميس. هذه حنا غنديروا شويه مغايره، غنديروا بحال غنديروا ان سلطه قلنا سلطه مكسيكان وما غنديروهاش، غنديروا ولا ان سلطه هواي تقريبا تيتشابهوا، ولكن حنا غنديروها فقط بالخضر. نعم. نديروا صلصه المايونيز. ولا اين هنا بالنسبه للتقديمات السهواري كان ممكن اننا نقدموا السلطه على شكل عائلي. وكيف ما كاين بعض الاشخاص اللي كيفضلوا انهم يتناولوها في ديفيغين وهذا بواحد الطريقه عصريه اكثر. تماما. انا كانت عائله تنعرفوا انه في الغالب الناس تياكلوا عائليا تيحجبوا الاطباق وتيجي حتى مزيان. ولكن ولا دابا عصري تقديم عصري ولا هاد لي فيرين تيبغيوهم. اذا من بعد لا مايونيز الجامبون الفرماج البطاطا. بالنسبه للجلبانه الا كان الموسم ديالها كناخذوها وكنقيوها ونسلقوها. تمام. اما الا ما كانتش فكناخذوا المعلبه متوفره وهي مفضل الا كانت طريه راه مفضل طبيعه الحال. حاجه طريه. الجزر وعندنا شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار وهذا السلطه ديالنا موجوده بسهوله. شويه ديال الملحه شويه ديال الابزار. تنعرفوا لي السلطه راه فريش الصون. كنحاولوا مزيان نخلطوها، كنخلطوا جميع العناصر حتى كتتجانس. ومن بعد ما عندنا السوك اللي درنا داك الاناء اللي هو غنفرغوا فيه باش تعطينا واحد الشكل بحال الكاطو تقريبا باش تجينا سهله في التزيين. ما نقدروش حتى الا خويناهم فراك شويه. نعم. حاولي خلي خلطتي لو بغيتي. انا غنصوب صلصه ديال الكوكتيل. حيت عندنا هنا لي كروفيت وعندنا لافوكا باش نقدروا نصوبوا بزاف. تناخذوا صلصه المايونيز ان صوص كوكتيل. دائما عندنا لا مايونيز هي لا باز. طبيعه الحال القمرون كناخذوه تنسلقوه بطبيعه الحال. تنقشروه تناخذوا نفوي وتنحاولوا نزيدوا. اذا بالنسبه لهذه الصلصه فمع صلصه المايونيز كنديروا الكاتشوب شويه ديال البيكون او الصلصه الحاره. وهنا الاضافه المبتكره بالاحرى اللي غنبغيو نضيفوا للمشاهدين الكرام باش كنلذوا بزاف هاد الصلصه هذه كنديروا فيها القليل من مركز الطماطم. شويه تنقولوا ان صوص كوكتيل ولا في الغالب تيقولوا ان صوص اورو. الصلصه ديال الغساق تتكون داك اللون ديال اللي هو تكون السوموني. عندها واحد الذوق مزيان وتمشي بزاف مع لي كروفيت. عجيب تتجي بس هي ما كان عندنا واحد لافوكا وكروفيت تتجي لذيذه. بالنسبه لافوكا فهي غنقدموها عند التزيينيه كسهواري. تماما. الافوكا تنصحوا دائما السيدات بانهم ما يفتحوهاش حتى الوقت اللي تنعرفوا داك لوكسيداسيون او السويدات النوارسيسمون تنخليوها ولا تنديروا لها شويه ديال العصير ديال الحامض في الاخر. نعم. اذا شنو المراحل المتبقيه سهواري؟ دابا المراحل غنبداو ندريسيو السوق. حنا قلنا درنا واحد ان لي دو شو. الناس اللي تيبغي يدير لا سلطه يقدر يدير سلطه تيبغي يدير سلطه رومان. اذا كناخذوا هذا الخليط اللي كنوضعوه في الاناء ياك السهواري. هذا ما غادي نشاهدوه من خلال الصور. مشاهدينا الكرام لكم حال المقادير والصور ولا نعود مع الوصفه المواليه فخليكم معنا.
لتحضير سلطه بالخضر والارز وكؤوس من الحشوه كنحتاجوا الارز مسلوق، بيض مسلوق ايضا، بطاطس، جزر، جلبانه، مكور مقطع رقيق، 4 الحبات من الافوكا، مربعات من الجبن، مربعات من اللحم المدخن، قمرون، صلصه المايونيز، صلصه الكاتشب، طماطم مركزه، صلصه الحار، ملح، ابزار. للتزيين كنحتاجوا الفجل، بيض مسلوق وزيتون اسود. وصفتنا الرابعه والاخيره مشاهدينا الكرام غادي تكون عباره عن ديسير اولا حلوه ديال البراونيز ياك سي هواري، باش كنحاولوا نرضيو جميع الافراد ديال الاسره ديالنا وخصوصا الاطفال. تماما. اول حاجه تنجمعوا المواد اللي هي جافه، عندنا 300 غرام ديال الدقيق تنقولوا دائما طاميزي او مغربل. من بعد ما كنغربلوه، لان الا درناه بلا ما كنغربلوه كيبقاو داك الحبيبات ما كيفسدوا لنا العبار ديال الحلوه وما تيطلعش الكاطو. هذا هما يكون مغربل باش يجي خفيف. بطبيعه الحال عندنا قبيصه ديال الملحه وعندنا على اي حبذا في هذه الحلوه هذه مشاهدينا الكرام نستعملوا الشكلاط اللي كيكون من النوع الجيد باش كان ارضاء تماما الافراد العائله ديالنا، فكناخذوا الشكلاط اللي كتكون فيه نسبه عاليه من الكاكاو، ما كناخذوش داك لو سكر شوكولاتي، كناخذوا الشكلاط اللي بالكاكاو. تنقولوا الشوكولا ممتازه، تنعني بانه فوق 50% ديال الكاكاو حتى 70% هي اللي بينما كما قلنا السكر الشوكولاتي ولا لانغو راه تيكون غير السكر منسم السكر منسم بالشوكولا، بينما تنكون عندنا شوكولا ممتازه راه طابليت دو شوكولا نوار. تنخلطوا المواد اللي هي جافه مزيان تتجانس، وتناخذوا دابا نبلونشيو نخليهم جانبا ونبلونشيو البيض مع السكر سنيده بطبيعه الحال في هذه البيضات. وعندنا السكر سنيده قلنا 100 غرام هكذا. تنحاولوا نخلطوهم مزيان باش يتبلونشيو، تنقولوا بلونشي دير نعم كومباكت من بعد تيجمعوا لنا واحد. وهنا غنبغي نعطي المعلومه للمشاهدين الكرام بان الشكلاط هو واحد الماده محبوبه جدا عند الكبار والصغار، ماده مغذيه غنيه بالسكريات، كتحتوي على سعرات حراريه عاليه، انما هي واحد الماده غذائيه غنيه جدا بالمغنيسيوم، شيء اللي كيجعلها كتستعمل كمضاد للاكتئاب او لا نونتي ديبريسور. تماما. هنا يمكن المزايا ديال الشوكولا راه كثيره، وهذا راه حاجه معروفه. بعد ما بلونشينا البيض دابا غنزيدوا ليه المواد اللي هي سائله. عندنا الزبده مذابه، ومن بعد عاد غنديروا المزيج ديالهم. وعندنا الشوكولا اللي هي مذابه كما قلنا، الشوكولا ممتازه راه باينه لا بريونس، وعندها اللوغو والرائحه راه باينه. نديرو 100 غرام وتندوبوها في ان بان ماري. السيدات راه تيعرفوا تنديروا البان ماري وتندوبوها 30 درجه راه مزيانه باش ما تتحرقش وتتبقى مزيانه. ها هي موجوده الخليط. وبطبيعه الحال في الاخير كنضيفوا دابا غنديروا الخليط ديالنا. هي حاولي تفرغي عليا انا نخلط الشوكولا، نديروا لا فونطين الوسط او لو بوي وتنجمعوا لهذا المواد. اذا كنخلطوا حتى كتجمع لينا العناصر ياك سي هواري. بالنسبه للحبوب ديال الشكلاط او داك لي فلوكون دو شوكولا نضيفوهم مع الكاطو دابا مع الكركاع بطبيعه الحال في الاخير باش ما يتهرسوش. تنخليو حتى تتوجد لنا عاد تنضيفوهم. اذا الان يمكن نضيف لك تماما. تنخلطوه مزيان بطبيعه الحال. نضيف لك الكركاع الى سمحتي شويه. تنخلطوا بالكركاع. تنعرفوا انه الكركاع تيبقى من بعد من تيطيب تيبقى داك الكروستيون، ونزيدوا الفلوكون ديال الشوكولا وبطبيعه الحال غنديروا في نعم. اذا شنو بقى لنا الان؟ دابا غنديروا في الاناء وندخلوه بطبيعه الحال الفران. شحال تقريبا ديال الوقت؟ 40 دقيقه. الفران دائما معتدل. وبطبيعه الحال ملي كنخرجوه كنوضعوه شويه في الثلاجه باش كيقبض راسو. وعاد نقطعوه بطبيعه نعم. اذا ما تبقى من المراحل غادي نشاهدوها من خلال الصور ياك سي هواري. اعزائنا المشاهدين، لكم حال المقادير والصور ولنا عوده مع فقره اسيوس، فخليكم معنا.
لتحضير حلوه البراونيز غنحتاجوا ل 300 غرام من الدقيق، 5 ملح، 2 خمارات ديال الحلوه، 120 غرام من السكر، 100 غرام من الكركاع، 100 غرام من حبوب الشكلاط، 120 غرام من الزبده المذابه، 150 غرام من الشكلاط المذاب، 3 البيضات وكأس من غبرات الكاكاو. مرحبا بكم مجددا في فقره اسيوس لهذه الحلقه مشاهدينا الكرام. والاسيوس الاول اللي غادي نقترحه عليكم غادي يكون عباره عن طريقه لانجاح صلصه البيشاميل. الكل كيعرف بان السيدات باش كيحضروا صلصه البيشاميل كيذوبوا الزبده مع القليل من الدقيق، الكميه على حسب الكميه ديال الدقيق على حسب الكميه اللي اختارينا ديال الزبده، حتى كنذوبوا جميع العناصر، عاد كنضيفوا الحليب وكنبقاو نحركوا حتى كنحصلوا على صلصه البيشاميل. وباش كنحصلوا عليها ليس كنصفيوها. فمشاهدينا الكرام اليوم غادي نقترحوا لكم طريقه جد سهله باش كنحضروا البيشاميل وباش كتكون ما فيهاش داك الفقاعات اولا داك الحبيبات ديال الدقيق. فكناخذوا الحليب وهو بارد، كنضيفوا ليه الدقيق وكنخلطوا بالفوي. مشاهدينا الكرام كنخلطوا جيدا اور فو بطبيعه الحال حتى كيذوب لينا داك الدقيق في الحليب وهو بارد. عاد كنضيفوا الزبده حتى هي، وفي الاخير كنشعلوا النار مشاهدينا الكرام على هذا الخليط وما حد الزبده كتذوب، وحنا كنحركوا مره حتى كنحصلوا على واحد صلصه البيشاميل اللي كتكون ليس وما فيهاش داك الحبيبات اولا الكويرات ديال الدقيق. اما بالنسبه للاستيوس الثاني مشاهدينا الكرام هو اننا ملي كنحصلوا على صلصه البيشاميل جميع السيدات كينسموها بالملحه الابزار وجوز الطيب. اليوم غادي نعطيكم واحد التنسيمه اخرى اللي كنحصلوا عليها لذيذه بزاف هاد صلصه البيشاميل. ممكن اننا نستعملوها في لي غراتان، في العجائن، في اي ماده غادي نستعملوها فيها، وكتعطينا واحد لو غو غافيني اولا واحد اللذه لذيذه بزاف. فباش باش كنسموا هاد صلصه البيشاميل غادي نسموها بلي 7 ايبيس اولا التوابل السبعه اللي كيتكونوا من الابزار اللي كيكون 3 الانواع ديال الابزار الابيض، الابزار الملون، والابزار داك الاسود اللي كيكون حار بزاف. فكناخذوا لي بوافغ دو كاين اولا 3 الانواع ديال الابزار مشاهدينا الكرام. كناخذوا جوزه الطيب، كنسموا بالقليل من بسيبيسه، نويويره، وايضا العواد ديال القرنفل من بعد ما كنطحنوهم كنحصلوا عليهم على كتابل. وبهذا كنكونوا حصلنا على واحد صلصه البيشاميل اللي كتكون لذيذه بزاف. فباش غننتقلوا الان للاستيوس الثالث مشاهدينا الكرام، فدائما في اطار صلصه البيشاميل كناخذوا صلصه البيشاميل كنضيفوا عليها 3 ديال الاصفار ديال البيض، كنحصلوا عليها بهذا الشكل هذا، كنوضعوها في واحد الاناء اللي كيدخل الفرن كفراش على هذا الشكل. وبعد ذلك كناخذوا البيض، فاحنا دائما مولفين كناخذوا البيض مسلوق كنديروه الا بغينا نقدموه في السلطه ولا شي حاجه كنديروه على شكل دي زو ميموزا. اليوم غادي نقدموا واحد الطريقه اخرى باش كتعطينا واحد اللذه وايضا منظر جميل لهذا البيض. فكناخذوا الاصفر ديال البيض كنمعكوه على هذه الطريقه هذه، كناخذوا الطون، ممكن مشاهدينا الكرام ناخذوا حتى القمرون اولا السمك اللي كيكون عندنا في الدار، اي ماده حنا عندنا. فاليوم اختارينا اننا نديروا لكم الطون مع الاصفر ديال البيض، وغنزيدوا ليه ما تبقى لينا من صلصه البيشاميل اللي خلطنا معها اصفر البيض على هذا الشكل هذا. وبهذا كنكونوا حصلنا على واحد العجين اللي غادي نعمروا به نصيصات ديال البيض مسلوق بطبيعه الحال. فكناخذوا انصاف البيض كنعمروهم على هذا الشكل هذا، كيجيو على شكل عش اولا اني. وباش كنزينوهم اكثر وكنعطيوهم لذه اكثر كناخذوا الجبن محكوك اللي كنخلطوه مع القليل من المعدنوس وكنوضعوهم فوق هذه الصلصه. غادي نستمر في هذه العمليه مشاهدينا الكرام وندخل الاناء لمده 3 حتى ل 5 ديال الدقائق الجهد اللي كيجذب لينا الجبن، ونتلاقى بكم بعد لحظات مع الاشكال النهائيه لمأذوبات اليوم. مشاهدينا الكرام اطباقنا النهائيه كنقدموها لكم على هذا الشكل بالف صحه. درنا الطبق ديال اللحم على طريقه ديال الهركمه بطبيعه الحال، داك التوابل اللي في الهركمه ديال الكرعين درناهم في اللحم. الناس اللي ما تيبغوش الكرعين بطبيعه الحال تيكونوا شويه مجهدين او فيهم لا كولاجين ما تيقدروش عليهم، تيقدروا يديروا اللحم ولكن بالطريقه ديال الكرعين. الحمص، البطاطا، درنا البيض، درنا الحربر او القمح المجروش طيبناه بوحدو كما تنشوفوا السيدات. واحد الطبق مميز ومغربي اصيل بطبيعه الحال. درنا كسكسو المدفون
الناس اللي هو تنقولوا دائما مفاجات الضيوف تعرفوا بانه كسكسو ما تعرفوش شنو تحت ديالو، يقدروا يلقاو اللحم، يقدروا يلقاو الدجاج. درنا ليه التفايه بطبيعه الحال، البصله، الزبيب، اللوز، ودرنا لي برينو ديغيزي اللي معمر بالعقده ديال اللوز، حاجه اوريجينال مميزه. درنا لا سالاد اللي درناها اون غاتو ديال الروز مع الماسيدوان دو لوغيم، وفيه زدنا فيه الفرomage والجامبون دو دان. بطبيعه الحال درنا داك لو سوك لي ديال لو شو بلون. بالنسبه لا سالاد درناها عائليه، درنا لي فيرين او الكؤوس ديال الصغيره اللي كيكونوا عصريين تماما، تقديم مميز. وبطبيعه الحال درنا البوار دافوكا وكروفيت، درنا دي دومي بوار، ودرنا لي كروفيت روز. بطبيعه الحال تنقدموهم في نفس في لي زافوكا ديالهم، واحد لي سالاد اللي هما ريفريشونت وتكونوا مميزين. هذا اللي كان عندنا لو غاتو ديسير او الحلوه ديال اليوم، تماما البراونيز، الغاتو العالمي اللي معروف بالشوكولا بالكركاع، واحد اللي هو مميز ومحبوب كثيرا البراونيز لانه عند الكبار والصغار. شكرا لك سي هواري، موعدنا غادي يتجدد بك الاسبوع المقبل. اما انتم مشاهدينا الكرام، فكيف ما تابعتوا معنا من خلال فقره اسوس، قدمنا لكم الطريقه السهله ولانجاح صلصه البيشاميل. كما سبق وذكرت لكم مشاهدينا، فاحنا كنحصلوا على واحد الصلصه اللي هي ليس، ما فيهاش داك الفقاعات ديال الدقيق. كذلك مشاهدينا وريناكم الطريقه باش كنسموا صلصه البيشاميل، وثقوا بها هي طريقه جد لذيذه. كنقدروا نستعملوا صلصه البيشاميل في العجائن، في البريشات او لي غراتان، كتعطينا واحد اللذه معتبره. اما بالنسبه للاقتراح الثالث او الاسوس الثالث، فاحنا قدمنا لكم في لاص ما كنديروا لي زو ميموزا، حنا درنا هاد الانصاف ديال البيض اللي عمرناهم بالصفر ديال البيض والطون، قدمناهم على هذه الطريقه هذه مع صلصه البيشاميل اللي زدنا فيها الاصفر ديال البيض. كذلك مشاهدينا زيناهم بالفرomage اللي بالمعدنوس باش كيعطي داك الشكل ديال العش. كنقدمهم لكم بصحه وراحه. كونوا في موعدنا الاسبوع المقبل مشاهدينا الكرام، دائما مع مأدوبه متنوعه ووصفات مبتكره يوم الاحد مباشره قبل اخبار الظهيره على قناتكم هذه الاولى بطبيعه الحال. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.